مرحبا، شلونكم؟ يا رب الكل بخير. اليوم راح أقدم لكم طريقة عمل تمن الشبنت بالباقلة. طريقة سهلة وأتمنى تعجبكم. يلا نبدأ الخطوات. أول خطوة راح أسويها، راح أحمس قليل من البصل ويا الزيت. بعدها راح أضيف الكمية اللي أحتاجها من الشبنت، وبعدها راح أضيف الباقلة. راح أحمس البصل والشبنت والباقلة. من بعدها راح أضيف التمن عندي منقوع قبل تقريبا نص ساعة، والتمن حسب القياس اللي انتو يعني ترغمونه. راح أضيف الكركم وراح أضيف الفلفل الأسود المطحون. من بعدها راح أضيف قليل من الماء بس يغطي وجه التمن، وهنا راح أعوف التمن لحد ما ينشف الماء مالته. بعدها راح أضيف الكمية الثانية من الشبنت وأغطيه وأهدر التمن لحد ما يكمل ويجهز عندي. وتركت التمن يتهدر من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، وصار هذا شكله النهائي. وكمل عندي طبق تمن الشبنت ويا الباقلة. طبق سهل وسريع وما يحتاج أي وقت. أتمنى عجبتكم الطريقة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بقناتي. انتظروني بالفيديو الجاي. مع السلامة.